السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم كاملين في حكاية جومانة. قبل ما نبداو، إلا كانت هذه أول مرة كتفرج فينا، ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس وخلي لنا رأيك في التعاليق، لأن تعليقاتكم هي اللي كتشجعنا نكملوا ونجيبوا لكم كل مرة حكاية جديدة من قلب الواقع المغربي. أما دابا خليك معايا واسمع هذه الحكاية حتى الآخر، حيث كل دقيقة فيها غادي تبدل نظرتك للواقع. حكاية وقعت قبل سنوات في جماعة قروية قريبة من العطاوية، تابعة لإقليم قلعة سراغنة، منطقة معروفة بالفلاحة، والناس ديالها أغلبهم كيعرفوا بعضياتهم، والخبر فيها ما كيدوزش ساعة حتى كيوصل لكل دار. فهاد الدوار كانت كاينة واحد البنت سميتها سلمى، عندها 27 عام. سلمى ما كانتش شي بنت خارقة في الجمال، ولكن كانوا ملامحها عادية، بيضة شوية، شعرها كحل وطويل، وعينيها كبار، وكلامها قليل. اللي كيعرفها كيقول هاد البنت ربوها والديها مزيان. كانت خدامة في صالون ديال الحلاقة النسائية في مدينة قلعة سراغنة. كل صباح كتفيق مع 6، كتوجد فطورها وكتشد الطاكسي الكبير وقف في الدوار، وكترجع مع المغرب. باها السي العربي راجل بسيط كيعيش من الفلاحة، عنده قطعة الأرض صغيرة فيها الزيتون وشوية ديال القمح. ما كانش غني، ولكن عمر شي حد سمع عليه شي كلمة خايبة. أمها لاله فاطمة، مرأة هادئة معروفة بين الجيران بالنية والكرم. الدار ديالهم كانت بسيطة مبنية بالإسمنت، قدامها شجرة ديال التين كبيرة، وكل عشية كتلقى الجيران مجموعين قدام البيبان كيهضروا على أخبار النهار. أما في الجهة الأخرى، في دوار قريب من العطاوية، كان ساكن يونس عنده 30 عام، خدام في شركة ديال مواد البناء في الدار البيضاء، وكان كيرجع للدوار غير نهار السبت والحد ولا في العطل. الناس كاملين كانوا كيشهدوا ليه بالخدمة والهدوء، ما كانتش داك النوع اللي كيجلس في القهاوي من الصباح حتى الليل، ولا اللي كيدخل في المشاكل. كان كيجمع فلوسه باش يبني دار صغيرة ويحاول يفتح مشروع من بعد. واحد النهار من النهارات، خالة يونس كانت مشات للصالون اللي خدامه فيه سلمى باش دير الصباغه لشعرها، ومنين شافتها عجبتها اخلاقها قبل حتى شكلها. رجعت للدار وقالت ليونس: ولدي، لقيت لك بنت الناس. ضحك وقال ليها: خالته خليها حتى يكتب الله. قالت ليه: غير سير شوفها، وإلا ما عجباتكش ما غادي يجبرك حتى واحد. بعد واحد الأسبوع مشات العائلة كاملة تخطب سلمى. اللقاء كان بسيط، اتاي والحلوى وكلام موزون. يونس ما هضرش بزاف، وسلمى حتى هي كانت غير كتجاوب على قد السؤال. ولكن منين خرجوا قالت يونس: البنت باينه معقوله. وحتى سلمى منين سولتها امها شنو بان لك في الولد، جاوبات: ظريف ومحترم. وبدات قصه الخطوبه. دازت ايام قليله، ورجعت عائله يونس مره اخرى باش يقراو الفاتحه ويحدوا الخطوبه بشكل رسمي. نهار الجمعه بعد صلاه العصر، كانت الدار السي العربي عامره بالرجال والعيالات في الصالون. الداخل كيحضروا اتاي بالنعناع وكعب غزال والغريبه. الاجواء كانت بسيطه بحال اغلب الخطوبات في القرى المغربيه، ما كان لا تباهي لا تكلف، غير الناس باغيين الحلال. ملي سالت الفاتحه، خرج يونس وسلمى لديك جريده صغيره اللي حدا الدار باش يهضروا اول مره بوحدهم. ولكن باب الدار محلول كيف كيديروا الناس. يونس قال هو مبتسم: الصراحه ما كنتش كنآمن بزواج الصالونات. ضحكت سلمى وقالت: حتى انا، ولكن منين شفتك حسيت بالراحه. جاوبت بابتسامه خفيفه: الله يكمل بالخير. الهضره ما طولت اكثر من 10 دقائق، رجع كل واحد لبلاصتو، ومن داك النهار بداو كيهضروا في التليفون مره ماشي بالساعات، غير باش يطمنوا على بعضياتهم. كان يونس كل نهار سبت كيرجع من الدار البيضاء للعطاويه، واول حاجه كيدير كيمشي يشوف والديه، ومن بعد يدوز يسلم على سلمى بحضور العائله. شي مرات كيجيب معاه شي حلويات، وشي مرات كيجيب معاه شي شويه ديال الديسير. وكان ديما كيقول: الهديه ماشي بقيمتها ولكن بالمحبه. هاد التصرفات خلت عائله سلمى ترتاح ليه اكثر، حتى الجيران بداو كيقولوا الله يكمل عليهم بالخير. دازوا واحد 3 شهور. نهار الحد خرج يونس وسلمى
مع امها واختو المعرض صغير في مدينه قلعه السراغله باش يشريو بعض الحوايج ديال الدار. ما بان اول موقف خلى سلمى تزيد تشبت بها اكثر. كانت شي مرا كبيره في السن بغات دوز طريق والسيارات ما مخليينهاش. يونس وقف شدها من يديها ودوزها بشويه. المرا دعات ليه وقالت الله يسر امورك ولدي. سلمى غير شافت فيه وسكتات. قالت فراسها الانسان باين من التصرفات ديالو. ولكن وسط هاد الفرحه كاينه واحد الحاجه صغيره ما كانتش مرتاحه ليها. كل مره كتعيط ليه بالليل تيقول غادي نسد عليك عندي شي خدمه، وبعد المرات كيختفي بالساعات وحتى نهار كامل، ومن بعد كيرجع يعتذر ويقول سمحي لي كان عندي ضغط في الخدمه. وسلمى بحكم الثقه ما كانتش كتزيد تسولو. واحد النهار من النهارات كانت خدامه في الصالون، دخلت زبونه جايه من الدار البيضاء. منين سمعت اسم يونس بالصدفه قالت يونس؟ شكون يونس؟ قالت سلمى خطيبي. المراه بقات ساكته واحد شويه ومن بعد قالت لا يمكن تشابه في الاسماء. بدلت الموضوع بسرعه وخرجت. اما سلمى حسات بشي حاجه غريبه، ولكن قالت اكيد غير تشابه في الاسماء وما عطاتش اهميه للموضوع. ولكن هاد الجمله البسيطه كانت اول اشاره ان يونس كان مخبي سر كبير، سر ما كان حتى واحد في الدواوير كيعرفه. دازت 6 شهور من الخطوبه. العلاقه بين يونس وسلمى كانت هادئه بلا مشاكل. ما كانوش كيتلاقاو بزاف بحكم ان يونس خدام في الدار البيضاء، ولكن كل نهايه الاسبوع كان كيرجع للدوار وكيخصص نهار باش يدوزو عند سلمى بحضور العائله. واحد النهار من النهارات قال ليها واش غدا عندك عطله؟ قالت ليه ايه الحد. قال لها الا وافقوا الوالدين نمشيو لمراكش نشريو الذهب ديالك. فرحات ومن بعد ما استشرت مع والديها ووالديه مشاو كاملين لمراكش. وصلوا لسوق الذهب. بعد واحد الساعه ديال التقليب اختارت سلمى خاتم بسيط وسلسله رقيقه. قالت ما بغيت شي حاجه غاليه. ضحك يونس وقال لها الحمد لله حتى انا ما كنحبش التبذير. باها كان فرحان وقال الله يرضي عليكم. ومن بعد خرجوا يتمشاو شويه في جامع الفنا. شرى ليها عصير ديال الليمون وجلسوا شويه في ديك اللحظه. داز واحد الراجل قدام يونس، غير شافو تبدل وجه يونس. وقف بسرعه وقال سمحوا لي غادي نرجع دابا، ومشى كيجري. سلمى بقات كتشوف فيه. داز واحد 5 ديال الدقائق او لا 10. دازت واحد ربع ساعه وهو يرجع، ولكن رجع مكشر. قالت ليه واش كلشي بخير؟ جاوبها ايه غير واحد صاحبي قديم. لكن صوته ما كانش طبيعي، ومن داك النهار عم شطون شي شويه. رجعوا للدوار ومن بعد التحضيرات ديال العرس شدوا واحد القاعه في مدينه قلعه السراغله. عطاو العربون في النقافه والمصوير طبقها حتى هي. كلشي كان غادي مزيان حتى بقى شهر واحد للعرس. نهار 3 كانت سلمى خارجه من الصالون، وقف حداها طاكسي خرج منه واحد الراجل كبير في العمر. قال ليها سمحي لي يا بنتي واش انتي سلمى بنت العربي؟ قالت له اييه. مد ليها واحد الظرف بيض وقال واحد السيد عطاه ليا باش نعطيه لك. قبل ما تسولو شكون ركب في الطاكسي ومشى. فتحت داك الظرف ما لقات فيه حتى رساله، غير صوره قديمه. في الصوره كان يونس واقف حدا بنت لابسه جلابه زرقاء، وكانوا بجوج كيضحكوا. ومن اللور مكتوب غير تاريخ 14 ابريل. ما كان لا اسم لا شرح لا والو. سلمى بقات كتقلب في الصوره، قالت يمكن شي قريبه ديالو اولا شي بنت خالته، ولكن قلبها ما كانش مرتاح. في ديك اللحظه عيطات ليونس، قالت ليه بغيت نسولك على شي حاجه. قال لها تفضلي. قالت شكون البنت اللي في هاد الصوره؟ سكت وما جاوبش. عاودت السؤال، قال بصوت هادئ منين جبتي هاد التصويره؟ قالت ليه وصلتني اليوم. سكت واحد شي شويه ومن بعد قال ملي نجي نهار السبت غادي نفسر لك كل شيء. ولكن لأول مرة منذ الخطوبة ما قالش ما تقلقيش، وهذا زاد خوفها أكثر. في الليلة كان يونس جالس بوحده في بيتهم شاد نفس الصورة وكيقول بصوت خافت سمحي لي الحقيقة قربت تخرج.
جا نهار السبت في الصباح بكري وصل يونس للدوار، ما مشاش مباشره لدار سلمى كيف كان داير كل مره. بقى ساعه جالس قدام الدار ديالهم في سيارته، بحال الا كان كيجمع شجاعته. من بعد نزل سلم على باها وامها، شرب كاس ديال اتاي وقال السي العربي: الا سمحتي بغيت نهضر مع سلمى شويه في السطح. باها قال له: سيروا ولكن ما تطولوش. طلعوا للسطح، كان الجو هادئ والشمس قربات تغيب، وصوت الاذان ديال العصر كيتسمع من الجامع اللي وسط الدوار. بقات سلمى كتشوف فيه، قالت: دابا قول لي شكون هاد البنت؟ يونس بقى ساكت شويه ومن بعد قال لها: سميتها ياسمين. قالت له: شكون كانت بالنسبه لك؟ جاوبها بصراحه: كنت باغي نتزوج بها. سلمى تحسات بشي حاجه ضربات في قلبها، ولكن قالت: هاد الشي كان قبل ما يعرفني، ما في حتى مشكل. هز راسو وقال: المشكل ماشي هنا. ايوا فين المشكل؟ هو ان العلاقه سالت بطريقه خايبه، بقات كتسنى يكمل. قالوا وقع بيناتنا سوء تفاهم كبير، ومن بعد كل واحد شد طريقه. سولاتو: ودابا فين هي؟ جاوبها: ما عنديش اخبارها. كان كيهضر وهو كيهرب من عينيها، وسلمى لاحظت هذا الشيء ولكن ما زالت ضغطات عليه. قبل ما يهبط قال ليها: بغيتك تكوني ثقه فيا. جاوبته: الثقه كتكون مع الصراحه. ما جاوبهاش وبقى ساكت. داز واحد الاسبوع وبقات غير 20 يوم على العرس. الدار عامره بالحركه، سلمى بدات كتوجد الجهاز ديال بنتها. العمات والخالات داخلين خارجين، كل نهار شي حد جاي يبارك. الدوار كامل كان كيهضر غير على العرس. وفي نهار الاثنين وقع واحد الموقف صغير ولكن هو اللي غادي يبدل كل شيء. كان يونس خارج من البنك في مدينه قلعه السراغنه وشافته سلمى بالصدفه. كانت غاديه تشري شي تواب ديال اخر تكشيطه. فرحت ملي شافته، بغات تعيط عليه ولكن قبل ما توصل وقف قدامه واحد الراجل لابس سروال ديال الجين وجاكيطه كحله. الهضره بيناتهم ما طولاتش حتى دقيقه، ولكن من بعيد بان بلي الراجل كان معصب وكيهضر بيديه بزاف. يونس كان غير مهبط راسو، ومن بعد عطاه واحد الظرف صغير ودخل كل واحد في جهه. سلمى ما بغاتش تبين ليه انها شافته، بقات غير كتراقب وفي راسها قالت: يمكن شي واحد خدام معاه. ولكن كان عندها احساس غريب، احساس كيقول هذا الموضوع فيه إن. وفي نفس الليله صون الهاتف ديال يونس، شاف الرقم وتبدل وجهه، خرج للزنقه باش يجاوب، واللي كان كيقول في الجهه الاخرى خلى الدم يتجمد في عروقه. باقي 20 يوم، ما تنساش الاتفاق والا غادي تندم. وسكت، وبقى يونس شاد التليفون وعارف ان الايام الجايه غادي تبدل حياته كامله. دازوا واحد اليومين ومن بعد واحد المكالمه تبدل يونس بشكل واضح. ما بقاش كيضحك كيف قبل، الهضره ديالو ولات قليله، وحتى الا عيطات ليه سلمى كيقول ليها: سمحي لي عندي شويه ديال الضغط في الخدمه. سلمى كانت كتيقو ولكن قلبها ما بقاش مرتاح. نهار الخميس خرج يونس من الدار مع 7 الصباح، قال لمو: غادي لكازا، يمكن نرجع غدا. جاوباتو: الله يحفظك يا ولدي. ركب طوموبيلتو وشد الطريق الوطنيه، ولكن ما مشاش مباشره لكازا. وقف واحد القهوه على الطريق بين بن قرير وسطات. ما دازوش واحد 5 ديال الدقائق حتى وقف قدامه نفس الراجل اللي شافته سلمى قدام البنك. كان متوسط الطول، لابس واحد قميجه كحله وكلامه قليل. جلس قدام يونس وقال ليه: قرب الوقت. يونس جاوبه: قلت لكم انا راه ساليت معاكم. ابتسم الراجل وقال لي: هاد القرار ماشي بيديك. يونس تعصب، قال لي: انا غادي نتزوج وباغي نعيش حياتي. الراجل قرب لعنده وقال لي: وحنا ما عندنا حتى مشكل تعيش حياتك، ولكن الاول خاصك تسد الحساب القديم. يونس ما جاوبش. خرج الراجل من جيبه واحد الصوره وحطها فوق الطابله. يونس شاف ديك الصوره وتبدل لونه. كانت الصوره ديال سلمى خارجه من الصالون ديال الحلاقه. الراجل قال لي: البنت عرفنا فين خدامه وعرفنا فين ساكنه. يونس
طلع له الدم وقال وياكم تقربوا ليها. الراجل جاوبه قال له اذا ندير اللي طلبنا منك. رجع يونس للدار وهو مهموم، دخل الغرفه ديالته، شد راسو بين يديه وقال علاش ما خليتونيش نبدا حياتي من جديد. وفي الجهه الاخرى كانت سلمى مع امها كيوجدوا لائحه المدعوين. قالت الام بقى بغير 15 يوم. ضحكت سلمى وقالت داز العام كامل بحال نهار. الام جاوبتها الله يكمل عليكم بالخير بنيتي. وفي هذه اللحظه دخل باها قال يونس عيط ليا. سلمى فرحات، قالت له شنو قال ليها غدا غادي يجي مع باه باش نتفقوا على التفاصيل الاخيره ديال العرس. نهدت سلمى وقالت ليه والحمد لله. ما كانتش عارفه ان يونس وهو كيهضر مع باها كان كيحاول يخبي الخوف اللي باين في عينيه. وفي نفس الليله خرج يونس يتمشى بوحده في الزنقه ديال الدوار، وقف حدا المسجد، رفع يديه للسما وقال بصوت منخفض يا ربي غير تسلكها. وبينما هو راجع للدار حس باللي شي حد كيتبعو. دار هكا ما لقى حتى واحد، بقى واقف كيشوف في الزنقه خاويه ولكن من بعيد. مورا واحد الشجره كبيره كان شي حد تما كيراقبو. واول ما دخل يونس لدارهم شد التليفون ديالو وصيفط رساله قصيره لواحد الرقم مجهول. باقي كيرفض، ولكن نهار العرس قريب. دازو شي ايام وبقى على العرس غير اسبوع. الدوار كامل ولا عايش مع هاد المناسبه. العيالات كيهضروا على القفطان والتكاشط، والرجال على الذبيحه والخيمه والضياف. كل شيء كان كيبان عادي الا يونس. من نهار داك اللقاء في القهوه ما بقاتش الراحه باينه في وجهه. نهار الحد خرج مع باه لمراكش باش يشري اخر الحوايج. في طريق الرجوع ديالهم قال لي باه ولدي باين عليك مهمون يونس، وقال لي غير الخدمه الوالد. باه ما اقتنعش، الخدمه عمرها ما تبدل وجه الواحد بهذا الشكل. يونس بقى ساكت. وفي الليل كانت سلمى كتوجد الدعوات الاخيره. عليها صاحبتها هاجر وقالت ليها واش انتي واجده؟ ضحكت سلمى باقي غير شويه. هاجر بقات ساكته شويه بعد قالت بغيت نسولك عمر يونس عرفك على شي صحابو ديال كازا؟ قالت ليها لا. وعلاش؟ كيقولوا ديما كل واحد شد طريقه. هاجر هزت كتافها ما فيها باس غير سولتك. ولكن هاد السؤال بقى داير في بال سلمى. نهار الثلاث عيط يونس لسلمى قال ليها الا بغيتي نخرجوا نشربوا قهوه قبل العرس. فرحات وقالت وعلاش لا. تلاقاو في واحد القهوه هادئه في مدينه قلعه السراغنه. جلسوا قدام بعضياتهم. الهضره كانت عاديه على الدار وعلى الخدمه وعلى المستقبل، ولكن يونس كان كل دقيقه كيشوف باب القهوه بحال الا كيتسنى شي حد. سلمى واش كاين شي حاجه مخبيها عليا؟ هز عينيه بقى كيشوف فيها واحد شويه وكاين باين عليه باغي يهضر. شد النفس طويل وقال الا وقعت لي شي حاجه. وقطعته سلمى وهي ضاحكه. قالت له برا ولبس عليك. ولكن هو ما كانش كيضحك. كمل وقال بغيتك تعرفي باللي عمري ما كنت باغي ناديك. سلمى تقلقات وقالت ليه علاش كتهضر بهذه الطريقه؟ قبل ما يجاوب دخل القهوه واحد الراجل، نفس الراجل اللي كان كيتلاقاه يونس. غير شافو وقف يونس وقال سمحي لي خاصني نمشي دابا. خلص القهوه دغيا وخرج. بقات سلمى كتشوف من الساج. شافت يونس والراجل كيهضروا واحد الدقيقه ومن بعد ركب الراجل السياره ومشى. اما يونس بقى واقف في الزنقه وحط يديه على وجهه. كان واضح انه داخل في صراع كبير. رجع للدار مع الليل، دخل الغرفه ديالته، خرج ورقه بيضاء وبدا كيكتب بخط يده. كل مره كيكتب سطر كيحبس ويمسحو ويرجع يكتب حتى سالا كاع الورقه وحطها في ظرف بني وكتب فوقه يتفتح غير الا ما حضرتش. شد الظرف بقى كيشوف فيه مده طويله وقال بصوت مكسور الله يستر. من نهار السبت جا نهار الخميس، بقى على العرس غير يومين. دار سلمى ولات عامره بالحركه. النقافه دخلت كتقيس تكاشط، الخياطه جابت اخر التعديلات، والخالات والعمات داخلين خارجين وكل وحده عندها راي.
وحده كتقول هاد القفطان زوين، وواحده اخرى كتقول لبسي هاد الحزام غادي يجيك عليك حسن. اما سلمى كانت كتحاول تضحك، ولكن عقلها كان معلق بيونس. من نهار خرج من القهوه وهو مبدل بزاف، وفي نفس النهار كان يونس في الدار كيوجد لائحه المدعوين مع باه. قال ليه باه: واش عيطتي لعمك اللي في بني ملال؟ قال ليه ايه. وخالك اللي في كازا؟ قال له حتى هو. باه لاحظ بلا ولدو ساهي في شي حاجه، سد داك الدفتر وقال ليه: يونس شوف وجهي. هز يونس راسو قال ليه: الا عندك شي مشكل قولها دابا، راه الزواج ماشي لعبه. يونس ابتسم واحد الابتسامه وقال ليه: ما عندي حتى مشكله الوالد. ولكن باه خرج وما اقتنعش. في العشيه خرج يونس يدور بالسياره ديالته شويه باش يحس براسو مرتاح. وصل حتى لواحد المكان هذا قريب من سد المسيره، وقف السياره ديالته ونزل بقى كيشوف في الماء. واحد شويه وقفت سياره بيضاء موراه، خرج منها نفس الراجل، ولكن هاد المره ما كانش بوحدو، كان معاه واحد اخر. الاول قال: قررنا نعطيوك اخر فرصه. يونس جاوب: قلت لكم راه ساليت. تاني قال ليه ببروده: اذا نهار السبت غادي نبداو بالعروسه. يونس شد الراجل من كتفه وكان غضبان: الا قربتو ليها والله حتى قطعوا الراجل وما خلاهش يكمل وهو كيضحك. شنو غادي دير؟ غادي تمشي تبلغ علينا ولا غادي تقول للعائله الحقيقه كامله؟ يونس سكت. كان عارف ان اي خطوه غلطه تقدر تعرض سلمى للخطر. قبل ما يمشيو عطاه الراجل ورقه صغيره وقال لي: جاوبنا قبل نهار العرس. ركبوا السياره ومشاو. رجع يونس للدار، دخل لغرفته وفتح ديك الورقه. كان مكتوب فيها غير جمله واحده: الاختيار بيديك، يا هي يا انت. بقى كيشوف في الورقه مده طويله ومن بعد قطعها لقطع صغار، لكن الكلمات بقات كتدور في راسو. في الليل قالت سلمى جالسه مع امها، قالت ليها: ماما واش عمرك ندمتي على شي قرار؟ الام ضحكت وقالت ليها: اي واحد في هاد الدنيا كيندم، ولكن اهم حاجه الواحد يختار الانسان اللي كيطمئن له قلبه. سلمى ابتسمت وقالت: الحمد لله، كنحس يونس انسان زوين. وفي نفس اللحظه كان يونس في دارهم جالس بوحدو وعينيه في الحيط، وقال بصوت: سمحي لي يا سلمى، يمكن هاد الفرحه ما غاديش تكمل. جا نهار الجمعه، اخر نهار قبل العرس. الدوار كامل كان عامر بالحركه. الخيمه تركبات قدام دار سلمى، والرجال كيوجدوا الطاولات والكراسه، والطباخه بدات كتوجد اللحم والخضر من الصباح. اما في الدار كانت الزغاريت ما كتوقفش، كل شيء كيهضر على العرس، الله يكمل عليهم بالخير. زوجة مباركة، العريس باين ولد الناس. اما يونس خرج مع 8 ديال الصباح وقال لوالديه: غادي غير لقلعة السراغنة نجيب شي حوايج باقيين. باه قال ليه: ما تعطلش، راه غدا خاصك ترتاح. هز راسو وركب طوموبيلته، ولكن ما شدش طريق ديال السوق، شد طريق جانبي كيخرج لواحد الضيعه فلاحيه بعيده شويه. كان باغي يتلاقى بداك الراجل للمره الاخيره. وصل المكان لقاه كيتسناه. الراجل قال ليه: هاد القرار ديالك؟ يونس جاوبه بلا تردد: غندير حتى حاجه ضد القانون وما غاديش نبقى معاكم. ابتسم الراجل ابتسامه بارده وقال ليه: اذا تحمل النتيجه. وركب سيارته ومشى. يونس رجع للطوموبيل ديالو وهو حاس براسو اختار الطريق الصحيح، ولكن الثمن غادي يكون غالي. وفي نفس الوقت كانت سلمى في الدار كتوجد اخر الحوايج. دخلت عليها خالتها، قالت ليها وهي كتعطيها علبه صغيره: هذه هديه مني. حلاتها لقات فيها مصحف صغير. فرحات حضنت خالتها وقالت: الله يجازيك بخير. خالتها جاوبات: خليه ديما معك والله يسخر لك. مع العصر رجع يونس للدار. امه لاحظت باللي وجهه صفر، قالت ليه: ولدي واش مريض؟ قال ليها: غير العيا الوالده. لكن منين دخل الغرفه ديالته سد الباب
وخرج داك الظرف البني اللي كتب فيه قبل ايام. زاد عليه ورقه جديده كتب فيها بخط مرتب: الا وقعت لي شي حاجه ما تتهموش حتى واحد حتى تعرفوا الحقيقه كامله، انا اللي غادي نتحمل قراري. حط الظرف وسد عليه بالمفتاح. في الليل عيط لسلمى، قال ليها: بغيت غير نسمع صوتك. ضحكت وقالت ليه: غدا ان شاء الله غادي نشوفوك. سكت وقال ليها: الا تعطلت شويه ما تقلقيش. استغربات: علاش غادي تعطل؟ جاوبها: قصدي زحام زعما ديال الطريق وصافي. ضحكت وقالت ليه: ايوا عندك تعطل علينا. قال ليها: ان شاء الله، وحط التليفون. ولكن بعد ما سد بقى كيشوف الشاشه وعينيه عمرو بالدموع، حيت كان عارف ان نهار الغد اما غادي يكمل حياته مع سلمى او غادي يخسرها للابد. جا نهار السبت، نهار كانت كتسناه سلمى من عام كامل. مع 5 ديال الصباح دارهم كانت عامره بالحركه. امها ولاله فاطمه كانت اول وحده فاقت، بدات كتوجد الفطور للناس اللي باتوا في الدار. طباخه وصلت مع المساعدات ديالها، الرجال بداو الذبيحه ويشعلوا العافيه تحت الطناجر. ريحه اللحم والعطريه عمرات الزنقه. كل واحد عنده خدمته، شي كيركب الكراسه، شي كيزين الخيمه، شي كيوجه الضياف: اجي وسيدي من لهنا، اجي يا لاله من لهنا. اما سلمى كانت مازال في بيتها كتسمع الزغاريت من بعيد، وكل مره تتبتسم بوحدها. دخلت عليها النقافه ليها: لاله العروسه، اليوم ما خاصكش ديري حتى حاجه، غير ترتاحي، كلشي علينا. ابتسمت سلمى وقالت ليها: اي والله يكمل بالخير. بدات النقافه كتوجدها شويه بشويه بلا استعجال. وفي دار يونس حتى هي كانت عامره بالناس، عمامو خوالو صحابو كلشي حاضر. امو كانت فرحانه وهي كتقول: الحمد لله اليوم غادي نفرح بولدي. باه جا عند يونس وحط يديه على كتفه وقال: اليوم غادي تبدا حياه جديده، الله يسخر. يونس عنقو وقال ليه: الله يرضي عليك اوليدي. كان كيحاول يبان هذا، ولكن اللي كان كيعرفو مزيان لاحظ ان في عينيه ما فيهمش الفرحه ديال العريس. مع 10 ديال الصباح خرج يونس للزنقه، قال لمو: غادي غير نغسل الطوموبيل راه فيها الغبره. قالت ليه: ايوا صافي ولدي، سير. هز راسو وشد الساروت وركب، مشى لافاج اللي في المدخل ديال العطاويه، غسل الطوموبيل ومن بعد وقف حدا واحد القهوه تما وخدا قهيوه وبدا يشربها. بقى كيشوف الساعه كل دقيقه حتى صونا التليفون ديالو. شاف الرقم وتبدل وجهه، جاوب وما قال حتى كلمه، غير كان كيسمع. ومن بعد قال: غادي نجي ولكن 10 دقايق ونرجع. ركب الطوموبيل وشد الطريق جانبي بعيد على الحركه. وفي دار سلمى كانت النقافه سالت من اول تكشيطه، العيالات كيزغرتو والجوق الشعبي بدا كيجرب الالات ديالو. واحد من ولاد خالتها دخل هو كيضحك وقال: العريس دابا اكيد وجد. ضحكوا كاملين وسلمى حتى هي ضحكت. ما كانتش عارفه ان يونس في هذه اللحظه بالضبط كان واقف في بلاصه خاويه خارج المدينه كيواجه اصعب قرار في حياته. وفاش وصل لقى نفس السياره الرماديه واقفه كتسناه. نزل منها الراجل، ما سلمش عليه وما ضحكش، غير قال ليه: هادي اخر مره غادي نهضروا، ومن بعد كل واحد يتحمل مسؤوليه القرار ديالو. وقف يونس قدام الراجل وما كان كيسمع غير صوت الريح. البلاصه كانت خاليه، غير ارض فلاحيه وشويه ديال الاشجار ديال الزيتون. قال الراجل وهو كيشوف الساعه: باقي اقل من 2 ساعة على الموكب. يونس جاوب: قلت لك اخر مره ما عندي حتى علاقه بكم. ابتسم الراجل ابتسامه خفيفه وخرج من جيبه التليفون، حل التصويره وراها لي. كانت سلمى خارجه من الصالون ديال الحلاقه نهار الخميس وقال: راه ما محتاجينش نمشيو حتى للعرس. شد يونس الهاتف من يدو وبغضب: اياكم تقربوا ليها. الراجل رجع خدا الهاتف وقال ليه: اذا خاصك تجي معانا. قال له: فين؟
قال ليه غير ساعه واحده ومن بعد دير اللي بغيتي. يونس فهم ان الهدف ديالهم غير يبعدوا على العرس. بقى كساكت واحد شي شويه ومن بعد قال: الا جيت توعدني ما يقرب حتى واحد لسلمى. جاوبوا: الا تعاونتي ما غادي يمسها حتى سوء. ما كان عند يونس حتى اختيار، ركب سيارته وتبع السياره ديالتهم. وفي دار سلمى كانت الساعه دازت الوحده ديال النهار. القاعه بدات كتعمر بالضياف، الجوق الشعبي بدا كيغني، والنقافه بدات لسلمى اللبسه الثانيه. دخلت امها وهي فرحانه وقالت: العريس قريب يوصل. ابتسمت سلمى وقالت: الله يكمل بخير. اما في دار يونس امه بدات كتقلب عليه، سولات باه فين مشى. قال غادي غير يدور بالطوموبيل ويرجع. دازت 20 دقيقه، نص ساعه، ساعه، وما بانش. عيطوا ليه، الهاتف كان كيصوني ولكن ما كيجاوبش. قال خوه يمكن غير صايق وما عندوش كيجاوب، ولكن باه ما ارتاحش. لبس جلابته وخرج يقلب عليه. هذا الاثناء كان يونس داخل لواحد المخزن او لواحد ديبو قديم في واحد الضيعه، ما كان فيه لا ضو لا حتى حاجه، غير 3 ديال الرجال. واحد منهم قال: اخر مره غادي نسولك واش غادي ترجع تخدم معانا. جاوبوا يونس بلا تردد: الا. الرجل قرب منه وقال لي: اذا ما تلوم غير راسك. وفي هذه اللحظه سمعوا صوت سياره جايه من بعيد. واحد من الرجال خرج يجري يشوف شكون. رجع هو كيغوت: شي حد جاي. بان الخوف في عينيهم. قال لهم داك الكبير فيهم اولا داك الشاف ديالهم: تفرقوا من لهنا. ركبوا في السياره ديالتهم وهربوا من الجهه الخلفيه ديال الضيعه. اما يونس بقى واقف بوحده. خرج دغيا، ركب طوموبيلته وحاول يديماري ولكن ما بغاتش. عاود مره اخرى وجوج وثلاثه والو. هبط من السياره، حل الكابو، فهم ان شي واحد قطع عليه السلك ديال المحرك. شد التليفون ديالو باش يعيط، لقاه مطفي. البطاريه اولا الباتري عاد دابا كانت عامره قبل ساعه ودابا ما خدامش. شاف الساعه، عرف ان الموكب خاصو يكون بدا. شد الطريق يجري على رجليه كيقلب على اي سياره توقف ليه، ولكن الطريق كانت شبه خاويه. وفي نفس الوقت في القاعه بداو الضياف كيسولوا فين العريس. وسلمى لاول مره من الصباح حسات بقلبها غيتقبض، وبدا عندها احساس غريب ما قداتش تفسره. دازت واحد 10 دقائق ومن بعد 20 دقيقه والضياف كاملين بداو كيلتفتوا للباب ديال القاعه. الجوق الشعبي وقف الغنى مؤقتا. واحد من الموسيقيين قال لهم: حتى يجي العريس عاد نكملوا. لداخل كانت النقافه دخلت عند سلمى وهي كتحاول تبان هادئه. قالت ليها: راه غير شويه ديال التاخير، هاد الشيء كيوقع. ابتسمت سلمى ولكن الابتسامه ما وصلتش لعينيها، وقالت: يونس عمرو ما تعطل عليا. في دار يونس باه بدا كيحس بالقلق. خرج هو وخو يونس بجوج طونوبيلات وشدوا الطريق اللي كيعرفوا ولدهم كيدوز منها. وقفوا في محطة الوقود أو في ستاسيون. سولوا العامل: واش شفتي هاد الطونوبيل؟ داك العامل فكر شوية وقال لي: ايه جا قبل واحد الساعتين تقريبا. باه فرح وقال لي: وفين مشى من بعد؟ داك العامل جاوبه: شد الطريق اللي كتمشي للضيعات. هنا تبدل وجه باه، حيت ما كان حتى سبب يخلي يونس يمشي لتماك نهار العرس. اما يونس كان باقي كيجري في الطريق. الشمس كانت حاميه والعرق غرق ليه في وجهه. كل مره كيسمع الصوت ديال شي طوموبيل كيوقف ويشاير بيديه، ولكن السيارات كانت كدوز من تما وما كتحبش. ومن بعد واحد ربع ساعه تقريبا وقف ليه راجل كبير في العمر بسياره قديمه. حل الشرجم وقال: مالك يا ولدي؟ يونس قال لي هو كيتقطع بالنفس. الله يخليك يا سيدي، وصلني للعطاويه. الراجل قال لي: ركب يونس وبقى ساكت. الراجل لاحظ باللي لابس لبسه ديال تعريس، ضحك وقال: واش هارب من شي عرس ولا غادي ليه؟ يونس ما قدرش يجاوب، غير قال: الله يجازيك بخير سيدي. في القاعه الساعه وصلت ل3.
الضياف بداو كيهضروا بيناتهم. شي واحد قال يمكن وقع عليه شي عاطب في الطوموبيل، وشي واحد اخر تيقول الا كان عاطب راه كان غادي يعيط. الهضره بدات كتكثر، وسلمى سمعت بعض الكلمات، حسات بالدموع كيتجمعوا في عينيها. دخل عندها باه، كان كيحاول يبقى متماسك. قال ليها بنتي ما تقلقيش. كانت وهي كتشوف فيه وقالت بابا وقعت لي شي حاجه باينه. باه ما لقى ما يقول، غير قال غادي نعرفوا دابا. وفي نفس اللحظه وصل بين يونس للضيعه اللي قال عليها العامل. بدا كيقلب بعينيه حتى لمح طوموبيل يونس واقفه حدا واحد السور. جرى لعندها، الباب كان محلول والمفاتيح مازالين فيها، ولكن يونس ما كانش. وفوق الكرسي ديال السائق كان كاين واحد الظرف بني. شدو بين يديه وبدا يترعد، حلو ولقى فيه ورقه مكتوب فيها بخط يونس. الا وصلتكم هذه الرساله عرفوا باللي ما خليتش العرس بالاراده ديالتي، وسمحي لي يا سلمى. بدا باه ديال يونس حس برجليه ضعاف وما بقاوش هازينو. عرف ان القضيه ماشي تاخير عادي، وان هذا النهار اللي كان خاصو يكون نهار فرحه غادي يتحول لنهار ما غاديش ينساه حتى واحد. شد بين يونس الرساله بيديه هو كيترعد، قراها مره وجوج وثلاثه، كل مره كيقول في راسو لا ولدي ما يمكنش يدير هذا الشيء. ركب الطوموبيل ورجع للعطاويه. في القاعه كانت الساعه قربت للربعة. الجوق الشعبي وقف نهائيا. الناس بداو يخرجوا للزنقه، كل واحد كيسول واش كاين شي خبر. حتى الاطفال حسوا ان شي حاجه ماشي عاديه. اما سلمى كانت جالسه في بيت صغير داخل القاعه، حيدات التاج من فوق راسها وقالت للنقافه عافاك خليني بوحدي شويه. خرجت النقافه وسدات الباب. سلمى كتشوف في المرايه. قبل ساعات كانت كتحلم كيفاش غادي تبدا حياتها جديده، ودابا ما بقاتش عارفه حتى واش العرس غادي يكمل. وصل بين يونس للقاعه، كان وجهه صفر. طلب يشوف سلمى بوحدو. خرجوا بجوج لحدا القاعه من جهه الدار. مد ليها الرساله، قراها السي العربي وبقى ساكت، وقال واش متاكد هذا خط يونس؟ جاوب ايه خطو. تنهد السي العربي وقال اذا خاصنا نقولوا الحقيقه للناس. دخل السي العربي للقاعه، الناس كاملين سكتوا. وقف وسط منهم وقال الله يخليكم عندي واحد الكلمه. ما بقى حتى صوت، كل شيء بساكت. وقال يونس ما وصلش، وحنا حتى حنا ما عارفينش فين كاين. بدات المهمه في القاعه وكل واحد اش كيقول. شي واحد قال يمكن وقع لي شي حادث، وشي واحد خاصكم تعلموا الدارك. السي العربي كمل دابا غادي نمشيو ونديروا اللازم، ولكن الله يخليكم ما يبدا حتى واحد ينشر شي اشاعات. ولكن الاشاعات كانت بدات بالفعل. واحد خرج من القاعه وعيط لمرته، وهي عيطت لخوتها، وخلال اقل من ساعه الخبر وصل للدواور كاملين. العريس هرب. اما سلمى منين سمعت هاد الكلمه خرجت من الغرفه وقالت بصوت مخنوق شكون قال هرب؟ ما جاوبها حتى واحد. قربت من بين يونس وقالت له عمي شوف في عينيا. شاف فيها وهو ما قادرش يرفع راسه. قالت له واش يونس هرب؟ جاوبها بصوت مكسور والله يا بنيتي حتى انا ما عارفش. مد ليها الرساله، شدتها بيديها وقراتها بهدوء. ومن وصلت الجملات ما خليتش العرس بالاراده ديالتي، عرفت ان يونس كان باغي يوصل ليها الرساله، ولكن ناقصه فيها شي حاجه ما كتبهاش. مع المغرب وصلوا رجال الدارك، بداو كيسولوا العائله وشافوا الطوموبيل. قلبوا في المكان. واحد داراكي لاحظ اثار العجلات ديال السياره اخرى حدا سياره يونس، ونادى على الضابط. قال ليه سيدي باين ما كانش بوحدو. الضابط هبط وبقى كيشوف في الارض وقال الا كانت هاد الاثار صحيحه فالقضيه ماشي هروب. وفي ديك اللحظه جا واحد الفلاح من الضيعات القريبه وقال سيدي انا شفت جوج طوموبيلات واقفين هنا مع جوج ديال النهار. الضابط قرب ليه وقال واش شفتي وجههم؟ الفلاح هز راسو وقال له لا، ولكن سمعت واحد كان كيغوت ويقول. سكت واحد شي شويه وقال ليه كمل.
قال ليه خليو العروسه بعيده على هذا الشيء. الضابط شاف سلمى ومن ثم تبدلات القضيه كامله. ما بقاش السؤال هو فين مشى العريس، ولا السؤال شكون كان باغي يمنع هذا الزواج وعلاش. دازت الليله كامله وما كان حتى خبر على يونس. اما القاعه فاخوات من المغرب طاولات اللي كانوا خاصين بالناس يجلسوا فيها ويضحكوا بقاو خاويين. الورد بدا كيلوى والجوق شد الالات ديالو ورجع لمدينته بلا ما يعزف حتى ساعه كامله. هذا المنظر بقى راسخ في بال كل واحد حضر داك النهار. اما سلمى رجعت لدارهم لابسه القفطان ولكن بلا حلي وبلا زينه. اول حاجه دارتها دخلت لبيتها وسدات الباب. امها كانت كتحاول تدخل عندها ولكن قالت لها خليني بوحدي غير هاد الليله. ما بقاتش كتبكي، الصدمه كانت اكبر من الدموع. وفي الجهه الاخرى الضابط اللي كان مكلف بالقضيه ما اقتنعش بالنظريات ديال الهروب ديال العريس. رجع للمكان اللي تلقات فيه سياره يونس، طلب من الفرقه العلميه يعاودوا يقلبوا مزيان. دازوا اكثر من ساعه كيقلبوا حتى واحد تقني قال لهم سيدي لقيت هاد الحاجه. كانت ساعه اليد مكسوره. الضابط شدها سول بين يونس واش هادي ديالو. قال ليه ايه هذه هي اللي لبسها الصباح. الضابط قلبها ولقى في الزاج ديالها واش يخودوش وكانها تكسرات بسبب عراك. هاد الشيء كيزيد ياكد ان شي مواجهه وقعت هنا. وفي صباح الموالي قرر الضابط يسمع ليونس منين يلقاه، ولكن حتى لدابا مازال مختفي. بدا كيستدعي اي واحد كان قريب منه، صحابه والجيران والخدامه ديال القهوه حتى العامل ديال محطه الوقود. كل واحد كان كيقول شي حاجه، ولكن واحد الشاهد قال واحد الجمله شدت انتباه الضابط. قال لي شفت واحد الراجل كيهضر مع يونس. ومن بعد يونس بدا معصب وقال لي انا ما غاديش نرجع لهاد الطريق. الضابط كتب الجمله في المحضر وقال هاد العباره مهمه. وفي نفس النهار كانت سلمى جالسه في الدار، صونا التليفون ديالها كيبان رقم مجهول. جاوبات دغيا، ما سمعت حتى كلمه غير تنفس شي واحد. ومن بعد سد الخط. بعد واحد دقيقه وصلتها واحد الرساله قصيره مكتوبه فيها الا بغيتي تعرفي الحقيقه سيري بوحدك غدا مع 10 ديال الصباح لموقف الطاكسيات القديم في قلعه السراغنه وما تقولي لحد هاد الشيء. بقات كتشوف الرساله، قلبها قال ليها تبلغ دارك، ولكن عقلها قال يمكن هذه هي الفرصه الوحيده باش تعرف فين يونس. حطات التليفون وما قالت لحتى والديها، وهي ما كانتش عارفه ان القرار اللي غادي تاخذ غادي يدخلها في واحد الطريق ما كانتش متوقعه. طلع الصباح، سلمى ما نعساتش الليل كامل، كل مره كتشوف التليفون وترجع تقرا نفس الرساله. مع 10 لاروب قالت لمها غادي نمشي لقلعه السراغنه نجيب شي اغراض من الصيدليه. امها ما شكت في والو، قالت لها غير ما تعطليش. شدات الطاكسي الكبير ووصلت لموقف الطاكسيات القديم اللي قال ليها. بقات كتشوف يمين ويسار، الناس داخله خارجه، كل واحد مشغول براسو. دازوا واحد 10 ديال الدقائق حتى قرب منها راجل كبير باين عليه شي 60 عام وقال ليها واش انتي هي سلمى؟ في الاول ترددت ولكن جاوبت ايه. مد ليها ظرف صغير وقال ليها واحد الشاب عطاه ليا مع الفجر وقال لي نعطيه لك غير لك. سولاتو وفين هو؟ هز كتافو وقال ليها والله ما نعرف، عطاني الظرف ومشى. حلت داك الظرف لقات فيه ساروت صغير وورقه مكتوب فيها خزانه رقم 18 في محطه القطار ديال مراكش. ما كان لا اسم لا توقيع غير هاد الجمله. سلمى حست بالحيره، قالت فراسها واش نمشي ولا نبلغ دارك؟ بقات واقفه واحد الدقيقه وفي الاخير قررت تمشي عند الضابط وتحكي ليه كل شيء. دخلت للمركز حطت الظرف فوق المكتب. الضابط قراه وبقى ساكت ومن بعد قال مزيان درتي هاد الشيء وما مشيتيش بوحدك. وزاد قال الا كانت هذه فعلا رساله من يونس خاصنا نتعاملوا معها بحذر.
قرر يرسل 2 عناصر معاه وخرجوا كاملين لمراكش. وصلوا لمحطة القطار. ديك العشية كانت المحطة عامرة بالناس. الضابط توجه مباشرة للخزانات، لقى الرقم 18، دخل المفتاح، داروا تحلت الخزانة، كلهم حبسوا النفس. كانت فيها حقيبة كحلة متوسطة الحجم، خرجها الضابط وحطها فوق الطابلة، حلها، لقاو فيها دفتر صغير ومفتاح ديال الشقة وملف فيه شي أوراق. الضابط فتح الدفتر، في أول صفحة كان مكتوب فيه بخط يونس: إلا وصل هاد الدفتر فراه أنا يمكن ما نكونش قادر نهضر، هاد الشي فيه الحقيقة كاملة. سلمى شدات النفس وكانت غادي تسمع الحقيقة اللي يونس خباها سنوات. ولكن قبل ما الضابط يكمل القراءة صونا التليفون ديالو. جاوب وسكت، بدا كيسمع ومن بعد بدل وجهه. سد التليفون وشاف سلمى وقال لها: لقاو واحد الشخص كيقول عنده معلومات على يونس. وبلا ما يضيع الوقت شد الحقيبة ورجع بسرعة. أما سلمى فبقات كتشوف في الدفتر وحاسة أن الحقيقة قربت، ولكن ما زالت الطريق طويلة. رجعوا من مراكش مباشرة لمدينة قلعة السراغنة. طول الطريق الضابط ما قال حتى كلمة، كان باغي يوصل قبل ما يضيع داك الشخص اللي قال عنده معلومات. وصلوا للمركز، لقاو راجل في الأربعينات من العمر ديالو، خدام سائق ديال شاحنة. قال الضابط: أنا ما عرفش أنا القضية وصلت لهاد الحد. الضابط قال لي: قول غير اللي شفتي. هاد الراجل وقال: نهار العرس مع 2 ديال النهار تقريبا كنت غادي نسلم السلعة لواحد الضيعة، وشفت سيارة واقفة حدا الطريق، حداها كان واقف واحد الشاب لابس لبسة ديال شي عريس. سلمى شقات وقالت: اكيد يونس. هز الراجل راسو: ايه هو. الضابط قال: ومن بعد جاوب: وقفت حداه سيارة رباعية الدفع، خرجوا منها 2 رجال، ما ضربوش وما جروهش بالقوة. الضابط استغرب: اذا شنو وقع؟ قال له: سمعت واحد منهم كيقول لي الا بغيتي تحميها اركب. والشاب بقى ساكت شويه ومن بعد ركب برجليه. الغرفه كامله سكتت. الضابط فهم ان يونس ما مشاش بالاراده ديالته، ولكن حتى هو اختار يركب باش ما يعرضش سلمى للخطر. الضابط رجع فتح داك الدفتر اللي كان في الحقيبه، بدا كيقرا بصوت مسموع: الا كنتو كتقراو هاد السطور فراه الامور خرجت على الستاره. انا حاولت نقطع علاقتي بالناس، ما خاصنيش نتعرف عليهم اصلا. كنت كنظر ان السكوت غادي يحمي الناس اللي كنحب، ولكن كنت غلط. قلب الصفحه. سلمى، الا وصلتك هاد الرساله بغيتك تعرفي ان اكبر خطا درته هو انني خبيت عليك الماضي ديالي. سلمى دموعها نزلوا، ولكن الضابط كمل: ماشي حيت ما كنتش كنثق فيك، ولكن حيت كنت خايف عليك. قبل ما يكمل الصفحه المواليه دخل واحد الداركي هو زربان. قال لي: سيدي، لقينا كاميرا المراقبه ديال الضيعه قريبه. الضابط وقف مباشره، مشاو كاملين للضيعه، جاوبوا التسجيل، بداو كيتفرجوا. بانت سياره يونس، ومن بعدها ب3 دقائق بانت سياره رباعيه الدفع، وبانت اللحظه ديال النزول ديال 2 ديال الرجال. الصوره ما كانتش واضحه بزاف، ولكن كانت كافيه باش تبين واحد الحاجه مهمه. واحد من داك الرجال كان كيلبس واحد الخاتم كبير في اليد اليمنى. سلمى شافت الشاشه واحد شويه، قالت له: وقف، رجع ديك اللقطه. رجعوها وقالت: هاد الخاتم شفتو من قبل. الضابط سولها: فين؟ جاوبته هي كتفكر: نهار جا يونس مع عائلته للخطوبه كان واحد الراجل حاضر وسلم علينا كاملين وكان لابس نفس الخاتم. الضابط سولها: شكون كان؟ سلمى جاوبات: بعد واحد شي شويه قالت ليه: كان ولد عمو سفيان. كل شي سكت، والضابط عرف ان التحقيق دخل منعطف جديد، لان الشبهه ولات كتقرب من واحد من اقرب الناس ليونس. الضابط رجع وقف الصوره، كبرها على قد ما قدر. الصوره ما كانتش واضحه بزاف، ولكن الخاتم كان باين. شاف سلمى وقال لها: واش متاكده؟ جاوبات: ما نقدرش نزم 100%، ولكن هذا الخاتم ما نسيتوش، حيت نهار الخطوبه حتى انا استغربت ليه. كان خاتم كبير
وفيه حجر كحل. الضابط كتب الملاحظة وقال إذا خاصنا نسمعوا لسفيان. في ديك العشية مشاو الدارك لدار سفيان، لقاوه جالس قدام الدار مع الوالد ديالو. منين شاف السيارات ديال الدارك تبدل وجهه. الضابط سلم عليه وقال غير بغينا نسولوك على شي معلومات. قال سفيان مرحبا. دخلوا للمكتب. الضابط بدا كيطرح عليه شي اسئله. فين كنتي نهار العرس؟ بين 1 و3 د النهار. جاوبوا دغيا. كنت في القاعه كنوجد مع الضياف. الضابط كتب الجواب وقال واش خرجتي منها؟ سكت سفيان واحد شويه ومن بعد قال يمكن خرج غير شويه. فين مشيتي؟ مشيت باش نجيب الماء. الضابط لاحظ الارتباك ديالو ولكن ما قال والو. خرجوا من عنده وفي طريق الرجوع قال واحد الدراكي سيدي ما ارتاحيتش لديك الهضره ديالته. الضابط جاوب حتى انا. وفي نفس الليله رجع الضابط يشوف التسجيلات ديال الكاميرا ديال القاعه. جاب التسجيل ديال المدخل وبدا كيحسب في الوقت. بان سفيان داخل مع الضياف ومن بعد بان خارج في 1 ولكن ما رجعش حتى 2:20 يعني غاب اكثر من ساعه. الضابط ابتسم ابتسامه خفيفه وقال اذا كذب علينا. الغد مع الصباح استدعاه مره اخرى، حط قدامه تسجيل الكاميرا وقال ليه قلتي لينا ما خرجتيش. سفيان بقى ساكت. زاد الضابط كمل الكاميرا كتقول العكس. تنهد سفيان وقال ايه خرجت. قال له علاش؟ قال له يونس عيط ليا. قال له فين تلاقيته؟ في واحد الطريق خارج العطاويه. الضابط قرب ليه وشنو قال لك؟ جاوب سفيان قال لي الا تعطلت قول العائله ما يتقلقوش. من بعد رجعت للقاعه وقال لهم من بعد قال له ما عرفت عليه والو. الضابط خرج وهو مازال حس ان سفيان مخبي عليه شي حاجه ولكن ما كانش عنده شي دليل كافي. اما سلمى رجعت للدار وبقات كتفكر في كلمه واحده قالها سفيان قدامها بلا ما يتنتبه. قال يونس كان باغي يسافر. سلمى وقفت قالت فراسها يسافر؟ ولكن يونس عمره ما قال لي على السفر. هنا بدات تشك ان يونس كان كيخطط لشي حاجه قبل العرس ولا كان باغي هرب من خطر كان كيتبعو منذ مده. دازت واحد 3 ايام على نهار العرس والخبر وصل حتى للدوار اللي حد بن قرير وحتى الناس اللي ما كيعرفوش العائله بداو كيهضروا على القصه. كل واحد واش كيقول. شي كيقول العريس هرب وشي حد اخر كيقول لا راه وقع ليه شي مشكل. اما الدراك فكان باقي كيجمع المعطيات وما بغى حتى يستعجل في الاستنتاجات. 2 ايامات. واحد النهار وقبل 8 ديال الصباح كانوا 4 ديال السيارات ديال الدراك واقفين قدام المنطقه الصناعيه في الدار البيضاء. الضابط كان شاد الخريطه اللي لقاها في الظرف المحامي. المستودع كان قديم من زمان وهو مسدود وما بقى كيدخل ليه حتى واحد. قال للرجال ديالو حتى واحد ما يدخل حتى نعطيو الاشاره. داروا طوق على المكان. واحد من الدراكيين مشى لجهه مختلفه اولا الخلفيه. رجع هو كيجري وقال سيدي كاينه شي حاجه لداخل. الضابط رفع يده وقال ليه يلا دخلوا بسرعه. سمعوا الصوت ديال الباب كيتسد وجوج رجال حاولوا يهربوا من الباب الخلفي ولكن تشدوا قبل ما يخرجوا. بقى الضابط كيقلب وسط المستودع كان عامر بشي صناديق قديمه واليات مصديه حتى سمع صوت خفيف بحال شي واحد كيعيط. واش كاين شي حد؟ وقف الضابط وشاور لرجالو يسكتوا. عاود سمع نفس الصوت. مشاو جهه مخزن صغير داخل المستودع كان الباب مسدود. بقوا في الحديدي هرسوه ودخلوا. وفي القنت كان جالس واحد الراجل لابس نفس الجاكيت اللي شافته سلمى اخر مره. كان ضعيف ولحيته طالعه ولكن منين رفع راسه عيطت سلمى وغوتات يونس شافها وما قدرش يحبس الدموع ديالو وقال بصوت ضعيف سمحي لي والله ما بغيت نخليك نهار العرس. سلمى جرت لعنده وقالت وهي كتبكي المهم راك حي. الاسعاف وصل بسرعه خداو يونس للمستشفى. الطبيب قال ليهم حالته مستقره غير الارهاق ونقص في التغذيه. بعد واحد اليومين منين تحسنت الحاله ديالته دار الضابط معاه اول محضر رسمي. سولو علاش ما رجعتيش من النهار الاول؟
يونس جاوب: منين هربت منهم بقيت كنبدل البلايص، كل مره كنقول غادي نمشي لدارك كنلقى اللي كيتبعني، وخفت الا رجعت مباشره يوصلوا لسلمى ولعائلتي. سولو: وعلاش خليتي الرسائل؟ ابتسم يونس بابتسامه خفيفه وقال: باش تعرفوا انني باقي حي وما يفقدوش الامل. بعد واحد الاسابيع من التحقيق تم توقيف المتورطين، وتبين ان يونس كان شاهد مهم في قضيه اكبر، لذلك حاولوا يمنعوه من تسليم الادله، لكنه تعاون مع السلطات حتى النهايه. اما سفيان فاعترف بالخطأ ديالو، وأحيل على القضاء بسبب مساعدته للمجموعة بإعطائهم معلومات على تحركات يونس. وبعد 3 ديال الأشهر كانت سلمى ويونس جالسين في حديقة صغيرة في قلعة سراغنة. كانت سلمى وهي كتشوف فيه وقالت: واش باقي بغيتي نتزوجوا؟ يونس ضحك لأول مرة بعد شهور وقال: إلا كنتي مازال قابلة بيا. جاوبته وهي كتبتسم: أنا كنت كنتسنى غير ترجع. ومن بعد شهر داروا عرس بسيط، حضروا غير العائلة والناس القريبين، بلا هرج بلا مراج، ولكن بفرحة صادقة. وقبل ما يبدا الحفل وقف يونس وقال قدام الجميع: تعلمت أن الكذبة الصغيرة تقدر تولد مشاكل كبار، وأن الحقيقة مهما تأخرت كتوصل، واللي كنحبوه خاصنا نحميوه بصدق ماشي بسكوت. وهكا سالت القصة، ماشي بانتصار سهل ولكن بعد ثمن كبير وبدرس بقى بال كل واحد حضر لذاك العرس الثاني.